هل عمرك نمت ساعات طويلة وبرضه صحيت تعبان ومش مرتاح؟ يمكن المشكلة مش في عدد ساعات النوم، يمكن في طريقة النوم نفسها. في الفيديو ده من سلسلة على خطى الرسول هنتعلم مع بعض إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام، وإزاي العادات النبوية البسيطة دي ممكن تغير نومك تماما وتخليه مش بس راحة للجسد، لكن كمان صفاء للذهن وطمأنينة للقلب. ما تنساش تشوف ورقة المتابعة اللي هتغير نومك في آخر الفيديو. خلينا نعرف الأول إن النوم مش رفاهية، النوم شحن حقيقي للجسم والعقل، ولو الطريقة غلط مهما نمت ساعات هتفضل تعبان. علشان كده النهاردة هناخد جولة في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم، ونشوف إزاي ممكن نطبقها عملي في حياتنا. قبل ما نبدأ خليني أرحب بيك في قناة رشد. القناة دي معمولة علشان تساعدك تبقى إنسان أحسن يوم بعد يوم، في دينك، في صحتك، في إنجازك، وفي علاقتك بربنا. لو عايز تكبر معانا ما تنساش تعمل اشتراك، تفعل الجرس، وتعمل لايك، والأهم شارك الفيديو مع أصحابك علشان غيرك كمان يستفيد. تعال نشوف الثلاث حاجات اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعملهم قبل النوم. 1. الوضوء قبل النوم. تخيل كده يومك كله خلص، شغل، مذاكرة، مشاكل، ضغوط. قبل ما تدخل السرير النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يتوضأ. الموضوع مش بس طهارة، لأ، كأنه بيغسل عن نفسه أتربة اليوم كله، همومه، قلقه، تعب جسده. إزاي تطبقها عملياً؟ قبل ما تروح السرير خد دقيقتين بس، ادخل الحمام، اتوضى بنفس خطوات الصلاة، وانت بتمرر المية على وشك وإيدك استشعر إنك بتسيب ورا ظهرك كل تعب اليوم. جرب ده كذا مرة وهتلاحظ إن دهنك بيبقى أهدأ وبتنام أسرع. 2. النوم على الجنب اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار ينام على جنبه اليمين. حركة بسيطة جدا، لكن لما تجربها بنفسك هتفهم قيمتها. النوم على الجنب اليمين بيريح القلب والتنفس، وبيخلي جسمك في وضع مستقر، وده بيخلي النوم عميق وأهدى. إزاي تطبقها عمليا؟ بعد ما تدخل السرير لف جسمك بهدوء ناحية اليمين. لو مش متعود ممكن تحط وسادة صغيرة ورا ظهرك تساعدك تفضل ثابت. خد نفس عميق وحس إن جسمك بدأ يستقر. جرب تفتكر إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بينام بنفس الوضعية دي، ده في حد ذاته هيخلي قلبك مطمئن. 3. دعاء النوم. هنا اللحظة الأجمل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغلبه النوم كان يرفع عينه للسماء ويقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. الكلمات دي معناها ببساطة: يا رب أنا بسلم نفسي ليك، لو قبضت روحي النهاردة ارحمني، ولو مديت في عمري احفظني. إزاي تطبقها عملياً؟ قبل ما تقفل عينك قول الدعاء بصوت واطي أو حتى بينك وبين نفسك. حس إنك بتسلم روحك بإيدك لربنا من غير خوف ولا قلق. اللحظة دي هتلاقيها بتديك إحساس بالأمان، كأنك طفل نايم في حضن أمه، لكن المرة دي في رعاية خالقك. لما تدمج الثلاث خطوات دول، وضوء زائد نوم على اليمين زائد دعاء، مش هتكون بس نمت نوم صحي، لكن هتكون دخلت في نوم مليان معنى وروحانية. جرب الأداة البسيطة هتحافظ على تطورك. ورقة متابعة النوم. قبل ما تنام اكتب: اتوضيت، نمت على الجانب اليمين، قلت الدعاء. والصبح سجل إحساسك، صحيت مرتاح ولا تعبان. لو كررت ده أسبوع هتلاحظ فرق حقيقي في نومك ومودك طول اليوم. الورقة موجودة في قناة التليجرام اللي موجودة في الوصف. النوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عادة بس، كان عبادة. امتى كمان تقدر تخلي نومك عبادة خفية؟ تنوي دقيقها إنك ترتاح علشان تكمل رسالتك في الدنيا. مستعد تبدأ التغيير من سريرك؟ لو الفيديو عجبك ما تنساش اعمل لايك، اعمل اشتراك، فعل الجرس، وشارك الفيديو مع أصحابك. يمكن تكون سبب إن نوم حد يتغير من النهاردة. قناة رشد، علشان تبقى إنسان أفضل في دينك، في صحتك، وفي حياتك كلها.